بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد، هنعمل كده مع بعض شوية تنظيفات بسيطة كده على السريع. بس أول مرة أعمل معاكم بقى روتين كده حلو، يعني إن شاء الله بإذن الله يا رب يعجبكم. بس لو أنت أول مرة بقى بتشوفيني ما تنسيش تدعميني وتحطي لي اللايك وتشتركي في القناة لو أنت أول مرة بتشوفيني. وأهلا وسهلا بكل إخواتي وحبايبي اللي تشرفوني وزادت القناة نور. ويا رب كده أكون تحت حسن ظنكم وأقدم لكم أفكار وفيديوهات كتيرة إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة بقى قبل كده ما نبدأ الروتين بتاعنا، طبعا كل حاجة واضحة قدامكم. ما ننساش طبعا ندعي لإخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب يفك كربهم ويزيل همهم، اللهم آمين، وينصرهم نصرا تتعجب له السماء. بس كده بنات، نيجي بقى دلوقتي لأول حاجة خالص في الروتين. أنا دخلت كده على الأوضة كده بتاعت الأوضة فيها الأنتريه. أنا كده ملبسة كسوة كده للأنتريه عشان تحافظ عليه شوية. طبعا الولاد ربنا يا رب يهديهم ويحفظهم يا رب. طبعا بيبهدلوا الدنيا في كل حاجة، يعني أنا قافلة باب الأوضة وبرضه بيبهدلوا الدنيا. والله العظيم الحمد لله والشكر لله. كل يوم على الله لازم يعني كل الأوض كده تتعمل، وكل كل حاجة لازم تتنضف كده يوم، يعني كل يوم على الله. مفيش يوم كده مفيش اوضه فيه مش بتتنضف، فالواحد تعب خالص، بس ربنا يهديهم يا رب. المفروض ان مفيش حد بيدخل الاوضه دي قد كده، لكن برضو مش سايبينها في حال. فبس كده انا جيت كده شلت يعني كل حاجه وبدات كده انضفها تنظيف تنظيف عادي يعني كده من على الوش، لان انا لسه كنت الدنيا كانت ملخبطه عندي شويه. كان في كرسي من دولت في اوضه تانية ومش عارفه ايه، فكان كده الدنيا عندي ملخبطه، فلسه كده مرجعه كل حاجه زي ما هي. والدولاب بتاع الاولاد خليته بقى مع الاوضه، لان صراحه الاوضه بتاعتهم مش واخده الدولاب، كنت عاملاه بعديه يعني بعد كده يعني بعد كده ما جبت الاولاد، فهو كحجمه كبير جدا فما دخلش طبعا مع الاوضه. فخلاص مش مشكله. اهم حاجه ان انا عملته كده للولاد عشان طبعا ما كانش عندي دولاب يعني اول ما اتجوزت للاطفال وكده، فعملته لهم وخلاص. فطبعا صراحه لامم حاجات كتير جدا، وكان من غيره صراحه ما كنتش عارفه اعمل حاجه خالص. بس كده بنات، دخلت بقى على الأوضة التانية أوضة النوم كده. بدأت برضو إن أنا كنت لسه مغيرة الملايات، وكنت الدنيا كانت نظيفة، فبدأت إن أنا بس كده أشيل يعني كل حاجة من على الوش، لأن طبعا اليومين اللي فاتوا دول كانوا يومين يعني فظاع، اللهم صل على النبي. يعني كنت مطلعة بقى اللبس الشتوي وأدخل بقى اللبس الصيفي، فطبعا كلنا عارفين الفترة دي واليوم ده بيبقى صعب جدا جدا، بيبقى الكركبة فيه حاجة الله المستعان. أنا بنزل كل اللي في الدولاب وأطلع بقى كل الهدوم الشتوي، وابدا كده ان انا ارصها بقى في قلب الدولاب. فطبعا الدنيا بتكون كلها هدوم، ويعني المنظر صراحه بيبقى فظيع. فانا عملت هدوم الاطفال، هدوم الاولاد كلها عملتها كده في يومين ورا بعض، ما كركبتش كده الدنيا عليا ولحد ما ظبطت الدولاب بتاعهم خالص. وبدات برضو ان انا اطلع اللبس اللي هو بتاع الكبار، يعني بيبقى فيه لبس كده مش واخد في الدولاب. فبدات برضو ان انا طلعته، وهبدا بقى ان انا دلوقتي هعلقه على شماعات كده، اللي عايز يتظبط واللي عايز اللي بقى الحاجات الكبيره تتعلق كده على حاجات برضو شماعات كده تقيله، كل حاجه يعني ايه واضحه كده. هو روتين بسيط صراحة، أنا أول مرة أعمل معاكم روتين، فمش عارفة بقى ندردش في إيه ونتكلم في إيه. فإن شاء الله بإذن الله لو عجبكم كده وحابين إن أنا أعمل يعني روتينات، قولوا لي برضو إن شاء الله، وإحنا نعمل بقى بأفكار أحلى. أنا عشان أول مرة بس أعمله كده معاكم، فيعني مرتبكة شوية في الكلام ومش عارفة ندردش كده بشوية حاجات. أنا قلت بقى أخلص كده كل اللي ورايا قبل ما النور يقطع. طبعا النور بيقطع في كل أنحاء الجمهورية يعني، بس الأوقات طبعا بتبقى مختلفة عن البلاد، زي كل المناطق بتبقى كل منطقة بتقطع النور فيها غير المنطقة اللي في ريحها. فأنا النور اللي بيقطع عندي بالنهار، فطبعا الأوض ديت ببقى الدنيا ضلمة فيها، طبعا مش بعرف إن أنا يعني أشوف كده المهام اللي أنا عايزاها والحاجة اللي أنا عايزة أعملها. فأنا قلت خلاص، كنت في الوقت ده مجهزة. كنت كمان عاملة المحشي الكوسة. هعمل كده معاكم دلوقتي محشي مشكل إن شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة، هنشوفها دلوقتي مع بعض. كنت قورت بقى الكوسة، هنشوف دلوقتي مع بعض كل حاجة. بس خلاص أنا بدأت إن أنا أطبق كده اللبس بتاعي، لبسي يعني أنا الكبار كده، ولبس باباهم طبعا اللي عايز يتطبق ويتحط كده في الدولاب بطبقه، واللي عايز يتعلق على شماعات. وطبعا ما شاء الله ديت بوسي اللي هي لازقه لي في كل الفيديوهات، بقول لها ما تطلعيش، انا حاطه الفريزر في قلب الاوضه. صراحه الاماكن عندي يعني ايه مش متظبطه شويه، لكن ربنا يوسع علينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده خلاص، بعد ما خلصت بقى كل اللبس كده وانفضيت بقى منه خالص وخلصت خالص منه، كنست بقى الاوضه زي ما احنا شايفين مع بعض، وخلصت بقى كل اللي ورايا.
هدخل بقى دلوقتي على المطبخ. يا ريت لو وصلت معايا للحظه دي بوسي بتقول لكم حطوا اللايك. في الوقت ده بقى كان النور قطع. عملت ايه؟ انا جبت كده بصلتين كبار، قطعتهم كده على ايديا يعني بالسكينه كده عادي تقطيع صغير. وبدات بقى ان انا تبلتهم، حطيت لهم كده نص كوبايه من الزيت، وقطعت كمان قرن فلفل كده اخضر وقرن حامي، وتبلتهم بقى بملح وفلفل وشطه. وكمان حطيت كده معلقتين من السمنه البلدي مع الزيت. وبس كده بنات، والكزبره بتبقى جميله جدا مع المحشي. لازم نكتر منها شويه شويه بقى من الكمون، بهارات محشي لو عندك، التوابل اللي انت بتفضليها اعملي. جبت بقى الكوسه بتاعتي اللي انا كنت جايباها في الفيديو بتاع المشتروات، وبدات كده ان انا قشرتها كلها بالقشاره. بتطلع طبعا طبقه خفيفه جدا يعني. وبدات بقى ان انا اقورها كده بالمقوار بتاعي الصغير ده. وكمان كنت جايبه بتنجان كان حجمه كان فيه كده كبير شويه. الكبيره شويه بقطعها كده لنصين، والصغيره بشيل بس كده القطعه اللي فوق دي. وابدا ان انا ممكن امشيها كده على الرخامه بايديا شويه يعني تطرى. ممكن عادي جدا. انا الصراحه لقيت الخطوه اللي هي انا مش بحط كده بطري يعني البتنجان بايديا، هي صراحه افضل، بتنجز معايا. وطبعا كلها كده بتقور بالمقوار يعني مفيش مشكله خالص. عملت الكميه كلها. وكان برضو قاعد جنبي ما شاء الله، الله يحميه ويحفظه، حمزه ابني بوظ لي كده كام واحده، بس مش هرميهم طبعا خساره. هو اتخرموا كده، لكن هخلي يعني الفتحه بتاعتهم كده لتحت، لان انا مش بحط الفلفل او البتنجان والكوسه في الحله، لا انا بعمله في صواني. بدأت بقى ان انا غسلت كده كمية من الرز، وكمان قطعت كده كمية من الكزبرة الخضراء. كل ده طبعا في الضلمة فما عرفتش ان انا اصوره معاكم قوي يعني. وبدأت كمان كل ده التصوير ده كله كان في الضلمة على ضوء الكشاف. فطبعا انا كنت يعني ايه، مش عارفة صراحة اخد راحتي. فبدأت بقى ان انا قلبت كده الخلطة على بعضها بعد ما اتسبكت مع الرز ومع الكزبرة الخضراء. اي نوع كزبرة، حابة تحطي شبت مفيش مشكلة. وكمان لو حابة تزودي كده مكعبين من مرقة الدجاج برضو بيديها طعم كده جميل. فضيت كده كل التسبيكه وسبت حوالي معلقتين بس في الحله. هزود بقى عليهم الميه عشان نعمل العيار بتاع المحشي. قلبت بقى الخلطه كلها، هحشي بس معاكم كام واحده. وهروح طبعا في حته كده يكون فيها نور. انا قعدت قدام باب البلكونه كده في الارض وقعدت بقى احشي كله. زي ما احنا شايفين جبت كده ميه، فضيتها كده على المعلقتين الصلصه ونزلت فيهم بمكعبين من مرقه الدجاج. لو عندك شوربه طبعا ممكن تستغني عن كل الكلام ده. اعذروني بقى، يا ريت كده ما اكونش رغايه في الفيديو ده. انا صراحه الفيديو حاسه كده ان انا مش في حاجه افاده قوي، لكن هي تشجيعه بس منكم. عشان الجو طبعا بدأ كده يسقع، والدنيا كل لما بتشتي وكل لما الجو بيمطر وبيسقع بيبقى طبعا في شويه كسل، لكن احنا مش عايزين نكسل. اللي وراه حاجه وعايز يعمل بقى تنظيفات الشتاء كده يبدأ بيها. ان شاء الله باذن الله هنبدأ مع بعض كل حاجه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. بس يا ريت بقى تدعموني كده في اول روتين، ولو حابين ان شاء الله اعمل لكم حاجات افضل باذن الله كتير، وفيديوهات كده مشجعه ان شاء الله. بدات بقى ان انا احشي. انا بحط كده في الصواني بشكلها. في الفلفل طبعا بيدي ريحه كده جميله في قلب الصواني، فانا بحطها مشكله من كله. بحشيها كده، بسيب كده فيها حوالي عقله من الصباع، يعني عشان لما الرز يستوي ما تطلعش كده بره بيبقى شكلها مش حلو. زي ما احنا شايفين اللي هي فيها حتت كده مخرمه، ببدا ان انا احطها في ارضيه الصينيه. دهنت كده الصواني بتاعتي شويه من الزيت في الارضيه، وكمان نزلت كده عليهم برشه من الزيت من فوق. ببدا بقى ان انا احط الشوربه بتاعتي، الشوربه الكدابه دي بعد ما غليت. وكمان فضل كده شويه من الخلطه، حطيتهم في برام. ممكن تعملي خلطه المحشي دي وتحطيها في برام لوحدها، تبقى وصفه جميله جدا. تحمري جنبها شويه من البطاطس، يعني زي ما احنا شايفين مع بعض كده حاجه بسيطه جدا. وكمان في الوقت ده انا كنت مدمسه فول، كنت بس ببص عليه وانا حاطه كده التسبيكه على النار. بعد كده ما خلاص المحشي بتاعي اتشرب خالص، انا حطيته كده على البوتاجاز عشان كنت مستعجله على عيون البوتاجاز. مجرد ما بدأ ان هو كده الميه بتاعته تتشرب، حطيته بقى في الفرن عشان يديني اللون الجميل التحفه ده. ما شاء الله كميه حلوه بحاجات بسيطه. وعملت بقى شويه جنبها كده شويه سلطه مشكله، شويه بطاطس محمره، الترشي طبعا، والرز ده جميل ما شاء الله، بيفرق في الطعم جدا. اما تعمليه على البوتاجاز واما تعمليه في الفرن. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.